تخيل معايا إنك بتحب حد جدًا، بتعمل كل حاجة عشانه، بتجيب له هدايا، بتقضّي معاه وقت، بتساعده في كل حاجة، بس هو مش حاسس بحبك خالص. ليه؟ لأنك بتتكلم لغة حب مختلفة عن لغته. والله العظيم الموضوع ده بيدمّر علاقات كتير. النهارده هنتكلم عن كتاب من أهم الكتب اللي اتكتبت في العلاقات الإنسانية، اسمه لغات الحب ال5 لجاري تشابمان. الكتاب ده غير حياة ملايين الناس حول العالم. الفكرة بسيطة بس عبقرية. جاري تشابمان مستشار علاقات زوجية لسنين طويلة، لاحظ إن كل الأزواج اللي بيجوا له عندهم نفس المشكلة. واحد بيقول أنا بعمل كل حاجة عشان شريكي بس هو مش حاسس، والتاني بيقول نفس الكلام. المشكلة مش في قلة الحب، المشكلة في طريقة التعبير عن الحب. كل واحد بيتكلم لغة مختلفة. خلينا نبدأ باللغة الأولى، كلمات التأكيد. في ناس كتير قوي بتحتاج تسمع كلمة حلوة، محتاجة تسمع أنت شاطر، أنتِ جميلة، أنا فخور بيك، أنا محظوظ إني معاك. الكلام ده مش مجاملات فاضية، ده وقود القلب بتاعهم. تخيل معايا راجل بيشتغل طول النهار عشان بيته، راجع البيت تعبان، مراته تقول له أنا شايفة مجهودك وفخورة بيك. الكلمتين دول بيعملوا إيه جواه؟ بيحسسوه إن كل التعب ده يستاهل. بالعكس، لو ما سمعش كلمة تقدير هيحس إن مفيش حد شايف اللي بيعمله. والموضوع ده بينطبق على الزوجة كمان. لما تسمع من جوزها كلمة حلوة عن الأكل اللي طبخته أو عن شكلها، القلب بيرتاح. بصراحة الكلام مش رخيص زي ما الناس فاكرة. الكلام الحلو الصادق ده ذهب في قلوب ناس كتير. خلي بالك بس، لازم يكون صادق مش مجاملة. الناس بتحس بالفرق. اللغة التانية هي وقت الجودة. في ناس بتحس بالحب لما تلاقي الشخص اللي بتحبه قاعد معاها قاعدة صح، مش قاعد على الموبايل ولا مشغول بالتلفزيون، لأ، قاعد معاها بقلبه وعقله. اسمع كده، راجل بيقعد مع مراته ساعتين كل يوم قدام التلفزيون، بيفتكر إنه بيقضي معاها وقت، بس هي مش حاسة بأي حاجة. ليه؟ لأنه مش موجود معاها فعليًا، عقله في المسلسل أو الماتش. لو نفس الراجل ده قعد معاها ربع ساعة بس وقفل الموبايل وسألها إزاي كان يومك؟ إيه اللي مضايقك؟ إيه أحلامك؟ هتحس إنه معاها بجد. ده اللي بنسميه وقت جودة. الموضوع مش بالساعة، الموضوع بالانتباه الحقيقي. زي لما تطلع مع حبيبتك تتمشوا في مكان هادي وتتكلموا من القلب، أو لما تقعد مع صاحبك ساعة تحكوا لبعض وتضحكوا من غير ما حد يبص في موبايله. دي لحظات بتبني علاقات قوية. صدقني ناس كتير بتموت عشان حد يديها من وقته الحقيقي. اللغة التالتة هي الهدايا. بس خلي بالك، مش أي هدية، الهدية اللي بتقول للشخص التاني أنا فاكرك وعارف أنت بتحب إيه. الموضوع مش بالسعر، الموضوع بالفكرة. مثلا واحدة بتحب نوع معين من الشيكولاتة، جوزها جايب لها علبة صغيرة من النوع ده من السوبر ماركت. مش هدية غالية، بس هي بتحس إنه فاكرها، فاكر إيه اللي بتحبه. الهدية دي بالنسبة لها أغلى من أي حاجة تانية. بالعكس، لو جاب لها هدية غالية بس مش حاجة هي محتاجاها أو حبها، مش هتفرق معاها قوي. في ناس بتحتفظ بأصغر هدية طول عمرها لو كانت من حد بتحبه. ممكن تكون ورقة مكتوب عليها كلمة حلوة، ممكن تكون حجر لقيته في الشارع وفكرك بحد. الهدية رمز للحب، رمز إن حد فاكرك وإنت مش موجود. ده اللي بيخلي الهدايا لغة حب قوية جدا عند ناس كتير. والله مش المهم الفلوس، المهم إن قلبك كان موجود وإنت بتختار الهدية. اللغة الرابعة هي أعمال الخدمة. في ناس بتحس بالحب لما حد يساعدها، يعمل حاجة كانت محتاجة تعملها. الموضوع ببساطة إنك بتقول للشخص ده أنا هنا عشان أخفف عنك. تعال نشوف مثال. ست بيت تعبانة من الشغل والبيت والعيال، جوزها يقوم يغسل الأطباق أو ينظف المطبخ أو ياخد العيال يخرجهم. بالنسبة لها ده أعظم تعبير عن الحب، لأنه شايف تعبها وعايز يخفف عنها. ممكن تقولي طب ما هو ده واجبه. صح، بس في ناس كتير مش بتعمل واجبها، ولما حد يعملها بحب الموضوع بيبقى مختلف تماما. زي لما صاحبك يساعدك تنقل شقة،
زي لما حد من أهلك يجي يطبخ لك لما تكون تعبان، زي لما حد يصلح لك حاجة باظت في البيت. كل ده أعمال خدمة بتقول أنا معاك، أنا شايف احتياجك، وأنا هنا. بصراحة ناس كتير جدا بتحس بالحب بالطريقة دي أكتر من أي طريقة تانية، لأن الأفعال أقوى من الكلام. اللغة الخامسة والأخيرة هي اللمسة الجسدية. في ناس محتاجة اللمسة الجسدية عشان تحس بالحب. حضن، بوسة، إمساك إيد، كف على الكتف. اللمس ده بيوصل مشاعر مفيش كلام يوصلها. لما تكون زعلان واحد يجي يحضنك بتحس براحة مش طبيعية. الحضن ده بيقول كلام كتير من غير ما يتقال. لما تمسك إيد شريك حياتك وانتوا ماشيين، الإحساس بالأمان ده مش هتلاقيه في أي حاجة تانية. لما تكون تعبان واحد يمسح على راسك أو يمسك إيدك بتحس إنك مش لوحدك. اللمسة الجسدية لغة قديمة قدم البشرية. الطفل الصغير لما أمه تحضنه بيهدى، الزوج لما مراته تحضنه بعد يوم طويل بيرتاح، الصديق لما اتربت على كتفه بيحس بالدعم. بس خلي بالك، مش كل الناس بتحب اللمس. في ناس بتحب مساحتها الشخصية. عشان كده لازم تعرف لغة الشخص اللي قدامك. لو لغته اللمس، حضنك ليه أغلى من أي كلام. ولو مش لغته، ممكن يكون مش مرتاح. الذكاء إنك تعرف الفرق ده. والسؤال دلوقتي، إزاي تعرف لغة حب شريك حياتك؟ جاري تشابمان قال إن في طرق بسيطة. أول حاجة، لاحظ إيه اللي بيطلبه منك دايما. لو بيقولك كلمني أكتر، يبقى لغته كلمات التأكيد. لو بيقولك يا ريت نقعد مع بعض، يبقى وقت الجودة. لو بيفرح قوي بأي هدية، يبقى الهدايا. تاني حاجة، لاحظ إيه اللي بيزعله أو بيخليه يشتكي. لو بيزعل إنك مش بتقوله كلام حلو، يبقى ده دليل. لو بيزعل إنك دايما مشغول ومش فاضيله، يبقى هو محتاج وقت جودة. تالت حاجة، لاحظ هو بيعبر عن حبه إزاي. غالبا الإنسان بيعبر عن حبه باللغة اللي هو عايزها. لو بيجيب لك هدايا دايما، يبقى هو نفسه عايز هدايا. لو بيساعدك في كل حاجة، يبقى هو محتاج حد يساعده. الموضوع محتاج شوية ملاحظة وانتباه. بس لما تعرف كل حاجة بتتغير، بتبدأ تتكلم لغته. وهو بيحس بحبك فعلا، مش مجرد إنك بتحبه. لأ، بيحس بيه جواه. وده الفرق بين علاقة عادية وعلاقة قوية سعيدة. الموضوع مش صعب، بس محتاج وعي وحب حقيقي. آخر حاجة في الكتاب، جاري تشابمان قال حاجة مهمة جدا. الحب قرار مش إحساس. الإحساس بيجي ويروح، بس القرار إنك تحب حد وتتكلم لغته، ده قرار بتاخده كل يوم، حتى في الأيام اللي مش حاسس فيها بأي حاجة. في ناس بتقول أنا مش حاسس بحب جوزي زي زمان. طبيعي، الإحساس بيقل مع الوقت. بس الحب الحقيقي بيبدأ لما الإحساس يقل. لما تختار كل يوم إنك تتكلم لغة شريك حياتك، لما تختار تقول كلمة حلوة حتى لو مش في مزاج، لما تختار تقعد معاه حتى لو عندك شغل، لما تختار تجيب له هدية بسيطة حتى لو مش مناسبة، لما تختار تساعده حتى لو تعبان، لما تختار تحضنه حتى لو زعلان منه. القرارات دي هي اللي بتبني حب حقيقي يعيش سنين، مش الإحساس اللي بيجي في الأول وبيروح بسرعة. الحب الحقيقي فعل مش إحساس. والكتاب ده بيعلمك إزاي تحول الحب لأفعال يومية بسيطة بتغير حياتك وحياة اللي حواليك. لما تفهم لغة الحب بتاعت شريك حياتك، كل حاجة بتبقى مختلفة. العلاقة بتتحول، القلب بيرتاح، والحياة بتبقى أحلى. لما تعرف لغة شريك حياتك، كل حاجة بتتغير.